الو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. يلا بينا نعمل مع بعض النهارده حمام محشي فريك ورز بطريقه وخلطه ولا اروع. كمان هنشوف مع بعض سر لون الحمام الخطير ده، وقد ايه يكون شكله لطيف جدا على سفرة. اول حاجه معانا بصل هنا مقطعينه مكعبات او فرمينه في الكبه، اي حاجه. كل حمه بالظبط هتاخد 2 بصله متوسط، تمام. بالنسبه للرز او الفريك كل حمامه واحده هتاخد قد قبضه الايد او قد كبشه الايد دي بالظبط حمام، او بالظبط مقدار معلقتين من الرز، تمام. نفس الفكره للفريك. نوع الفريك مهم جدا، نجيب نوع يكون نظيف، مش اي نوع يكون سايب وخلاص. انا عن نفسي بستخدم ماركة الضحى في الفريك او البرغل، بس طبعا احنا معانا النهارده حمام فهنستخدم فريك. بيكون حقيقة امن جدا، ولا فيه لا قدر الله اي زلطة او اي حاجة هوب من الكيس على البولة اللي هنستخدم فيها على طول، تمام. معي هنا كمية الكبد والقوانص والقلوب بتاعة الحمام. بقطع كل قناصة على 3 مكعبات كفاية قوي، وكذلك الكبد. بس بحط ده في جنب وده في جنب، تمام. هنعمل حالا تركة حلوة قوي عشان هحشي جزء حمام فريك وجزء رز. هنعمل كده خلطة كله على بعضه وبعدين نقسم. هقول لكم ازاي، بس نركز مع بعض. بسم الله. اول حاجة هنجيب حلة ونحط فيها معلقة من السمن البلدي ومعلقة صغيرة من الزيت وفص مستكه. مجرد ما بيسيح ببدأ انزل بالقوانص عشان تاخد صدمة وتستوي نوعا ما قبل ما ننزل عليها بالكبد والقلوب، تمام. ببدأ بعد كده انزل بحوالي 3/4 كمية البصل، وانزل عليه بعد كده بورق لورا وحبهان بودر، وكمان ذرة صغيرة من الفلفل الاسود. حمام يعني فلفل اسود، الاتنين بيبقوا حلوين جدا جدا مع بعض. لكن هنزل حالا بالفلفل الاسود على مرتين علشان اطعم الطعم. طبعا كل التوابل اللي شغاله بيها معاكم حالا دي من التوابل اللي لسه محمصينها وطحنينها فريش قبل دخول رمضان على طول. التوابل كل ما بتكون فريش كل ما بتدي طعم قوي ولذيذ جدا. ببدأ بعد كده على باقي كمية البصل علشان ما يغيرش ريحة، انزل عليه بملح وفلفل اسمر وبابريكا واقلبهم كده مع بعض على السريع عشان ما يغيرش ريحة على ما اجي احتاجه. انزل بعد كده على طول بالكبد. طب في الحالة دي مش هنكمل، لا مش هنكمل. هبدأ انزل كل كمية الكبد والقوانص والبصل في طبق كده معايا على جنب، علشان خاطر هقسم حالا الموضوع على 2. هاخد بس نص كمية الكبد والقلوب والقوانص والبصل اللي حمصناهم او اديناهم حالا تشويحة في الحلة، نص الكمية بس. وابدأ بعد كده انزل عليه بالفريك. بدل ما اشوح على مرتين، لا انا هنا قسمت، عملت كله على بعضه وقسمت الكمية دي على مرتين، تمام. خلاص خدنا نص كمية البصل والقوانص والكبد اللي شوحناهم وحطينا عليهم الفريك. ببدأ انزل عليهم بعد كده برشة صغيرة من جوز الطيب، بتدي طعم وتركة حلوة جدا. خلاص مجرد بس ما الفريك معايا يغير شكل ويبدأ ان هو يخش معايا في السوا، ببدأ انزل بنص كمية البصل اللي كانت فاضلة معايا وسايبينها على جنب، تمام. في الوقت ده ببدأ أنزل بباقي كمية الفلفل الأسود اللي أنا حابة أحطها وملح كويس والبابريكا، وبديله بس مجرد تقليبتين لحد ما يشمع معايا. وكده خلاص شكرا، مفيش تشويح تاني. أبدأ أنزل بعد كده بحوالي كوباية إلا ربع من المية المغلية. هنا خلاص الفريك خلاص بيدخل معايا في السوا، وبسيبه يستوي على نار هاديه. انا عايزاه ما احطش كميه الميه كلها، بس هي كل الحكايه نص كوبايه كوبايه الا ربع على نار هاديه واسيبه مع نفسه. مجرد ما بيستوي بفضيه في جنب في طبق، وباخد باقي كميه البصل والقوانص اللي كنا سايبينها معانا على جنب، وببدأ انزل بيها في الحله. وعلشان نعمل ايه؟ نعمل حشوه الرز، تمام. بس مجرد الحكايه ان انا اسخن الحشوه اللي كانت معايا على جنب اللي هي البصل والكبد مع بعض يسخن بس كده، واقوم نازله عليها بالرز. التركه اللي انا كنت بفضي فيها من الحله حشوه الفريك هي بس ما كانتش متصوره معانا، تمام. طبعا اللي يشوف الحله حالا يفتكر ان هي كده ده محروق خالص، ده البصل السكر اللي فيه بينزل مع معلقه السكر اللي نزلتها بيدي كرمله كده بسيطه، هي دي اللي بتسكر الدنيا جدا.
هنا خلاص بنعمل اهو حشوة الرز مع بعض. بنزل نفس الفكرة، ملح، فلفل اسمر، بابريكا، ورشة من جوز الطيب اللي لسه حالا بشرنها مع بعض. بنزل بباقي كمية البصل اللي سيبناها فريش. التركة دي تحفة جدا، بتخلي ريحة البصل تحفة، بتخلي ريحة الخلطة قمر جدا. تمام. هنا خلاص نفس الفكرة، بننزل بحوالي برضو نص كوباية او كوباية الا ربع حسب كمية الحشوة اللي معاكي، مية مغلية، وبسيبها بقى تستوي كده على النار هاديه 3/4 سوا. ومش هنحشي اطلاقا يا بنات غير لما كل الحشوات اللي معانا تكون بارده جدا. ممنوع ابدا ابدا نحشي الحمام وهو حتى دافي، بيكون مجال بقى لان البكتيريا تنشط وكده لا، ومبقاش حتى كمان يعني مش كويس حتى في الحشوه، بيديها زي تعجينه شويه. احنا عايزين الخلطه معانا تكون فريش كده ومفرفره وزي الفل. تمام. هنا الخلطة معانا كانت بردت تماما. أهم حاجة الحمامة معانا تكون متورقة وجميلة، وجلد الحمامة مفيهوش أي قطع أو أي خدوش. ببدأ بالراحة، ببدأ أحط الحشو معايا في الحمامة من جوه. محشيش كتير، هو بالظبط كل الحكاية من جوه مقدار معلقتين وشكرا على كده. لو الحمامة معاكي متورقة من عند الوراك ببدأ أدخل فيها بالراحة واحشي فيها عادي خالص. باجي برضو بحشي من عند رقبة الحمامة من مكان ما متورق، زي ما بنحشي كده الممبار. اطلع الجلد لبره وابدا ان انا ادخل الحشو زي ما شايفين مع بعض دلوقتي يا بنات. بتكون الطريقة دي مثالية جدا للحشو. اهم حاجة وانا بحشي ما ازنقش ولا اكتر كمية الحشو، سواء بحشي رز او بحشي فريك. عايزة وانا باكل حشوة الحمامة من جوه تكون مفرفرة كده معايا الرز، ويكون مستوي وزي الفل. من الحاجات اللي تخلي الحمامة تطق معانا أو تفرقع لا قدر الله زي ما بيقولوا وقت السلق، إن الحمامة تكون مستوية محشية على الآخر رز. زي ما بنحشي الممبار بنديله تهوية كده ونبططه، نفس الفكرة. ندي فرصة إن الحشو اللي جوه ده يكون لسه الرز هيستوي ويزيد، فنديله مساحته علشان هو ده اللي ما يخليش ان الجلد مفرقع. تمام. خلاص بنقفلها وبنرجع الكتاف لورا كده. الحمام ما فيهاش اي حبايه رز من بره، الدنيا تمام زي الفل. الحشو بتاعها مش متكبس، شايفين ما شاء الله زي الفل. جميله ازاي. نديها فرصه انها لسه هتزيد معانا بعد التسويه. تمام. نفس الفكره لحشوه الرز، هي لحشوه الفريك. كمان ممكن تشيلي القوانص معاكي على جنب وتقفلي بيها الحمام من عند الرجلين كده في الاخر قبل ما تكتفيها. برضو بتبقى اوقات تركه حلوه قوي لو انت معاكي عايزه تخلي القوانص كده للاخر. طب اهم حاجه وانتوا بتحشوا الحمام يا بنات، صوابعنا يعني ما تحاولوش انها تترفع، تبقى مرفوعه لفوق، لان جلد الحمام من الحاجات الرقيقه جدا، سهله القطع، سهله ان هي خلاص جات لك متورقه وهي لسه مذبوحه طازه. هي كده تمام، سبتيها بردت خلاص، هي عمرها ما هتورق معاكي زياده. ما تحاوليش ان انت تزودي عليها التوريق وهي بردت بعد الذبح. تمام. برضو وقت الحشو بالراحه جدا، لان من الحاجات الرقيقه جدا هو جلد الحمام، عشان ما تتقطعش معاكي ويبقى شكلها كده لطيف وقت التقديم. بعد طبعا ما بنخلص بنكتف كده الحمامه ونرجع الجناحات لورا، بتبقى شكلها كده جميل جدا. كده خلاص خلصنا معانا اهو ما شاء الله كل كمية الحمام. وفي بعض الحمامات هسيبها سليمة من غير اي حشو، كانوا طالبين مني حمام من غير حشو. هما بيحبوا كده as you like، براحتهم خالص. تمام. ببدأ بعد كده اجهز معايا مية لسلق الحمام، عبارة عن حاطة فيها بصل، ليمون اللي هو اللومي ده، تمام، وورق لورا وكرفس. وابدا انزل فيها بالحمامه. طب ببدا انزل من عند الراس، ببدا انزل الحمامه من عند الراس ومن عند الصدر كده انزلها بحيث تاخد صدمه. بعض الحمامات هنا حطها في كيلينج فيلم على اساس ان هي كانت جايه لي من عند الفرارجي فيها قطع سيكه. تمام. فعلشان اتفادى عادي جدا حطيتها في كيلينج فيلم وكانت زي الفل. حطيت كمان معايا عودين من الروزماري الاخضر فريش، مش موجود عندك عادي خالص من عند العطار او حتى مش مهم، ما تأزميش نفسك. تمام. طبعا حطينا في ميه سلق الحمام
حبيبات من الفلفل الاسود وفصين من الحبهان. تمام. الميه معايا كانت غامقه وانا بنزل فيها الحمام، لان انا كنت مديها غلوه بالبصل الاول وباللومي، فطبعا ده بيغير لون الشوربه نوعا ما. طبعا نزلنا بجزرتين سلام، كل دي مطيبات ومنكهات بتعزز جدا الشوربه عموما. تمام. هنا خلاص مجرد ما بنزل الحمام على نار عالية، مجرد ما بيغلي بهدي عليه الحرارة بس مش بغطيه. ولو هتغطيه هيبقى يدوبك كده تسيبي الباب مفتوح سيك. بعرف ازاي ان الحمام استوى؟ مجرد من عند الجناح، بمسك من عند الجناح اتقطع معايا كده خلاص الحمام استوى وزي الفل. بسرعة يلا بينا نحمر الحمام بلون حلو. اول حاجه بسرعه هو طبق هنحط فيه حبه لبن زي ما شفنا حالا مع بعض، وببدا انزل فيه بالحمام، سواء بقى انزلها في اللبن او بفرشه حلويات زي ما شفنا، ده او ده براحتك خالص. بلبن، ايوه بلبن، هو ده السر اللي هيديكي لون تحفه للحمام. مفيش احلى من كده بالشكل ده. تمام. بسرعة معانا سمنة على زيت، أهم حاجة التحمير ما يكونش في زيت يا بنات، سمنة على زيت وعلى نار عالية التحمير، لأن الحمام ما ينفعش أبدا ينشف ونهدي عليه النار وهو بيتحمر أو أي حاجة زي كده. تمام. هنا معايا أهو سمنة بلدي ومعايا زيت، وبمجرد بس ما بيسخن ببدأ أنزل عليه برشة من الملح. ليه رشه من الملح؟ علشان تمتصلي اي سوائل موجوده معايا في الحمام. انا كده كده اوريدي ما حمرتش الحمام ولا نزلته في اللبن غير لما برد تماما، بس برضو رشه الملح بتفرق جدا. على نار عاليه الحمام يتحمر من كل ناحيه، وتشوفوا بقى شكله عامل ازاي، تحفه جدا. تقدري تطلعي اوردرات بنفس التكات بنفس الجمال ده، تقدري تعملي بيه عزومات، وكمان يشرفك على سفره رمضان او في اي عزومات عموما، بيكون شكل وطعم ولا اروع من كده. بالراحه كده، ما يكونش جنبك اطفال وانت بتحمري الحمام، وخدي بالك وسمي الله وانت بتعملي كل حاجه، ربنا يبارك وييسر لك امورك دايما. هنا خلاص كنا خلصنا الحمام وطلع معانا وشكله ولا اروع. شايفين الجمال؟ اللون الحلو ده مش هنحصل عليه غير بالتركات اللي عملناها مع بعض. شايفين الحمام قد ايه شكله وحجمه زاد بعد التسوية؟ هو ده اللي كنا شايفينه مع بعض في الاول وشكله زغنطوط، والحشو فيه صغيرة كده، وان هو مش باين وكأنه حمام صغير. شوفوا بعد التسوية والسلق الرز لما زاد الدنيا لطيفة ازاي، والحمامة زي القمر. كمان تركات التسوية والتحمير ولا اروع. لايك وشير، دمتم دايما في رعاية الله. باي باي.